درجة الحرارة 42. احنا في الجانب الآخر دلوقتي من الكوكب. احنا في مصر الجديدة. تعالى كده نتمشى كده شوية نشوف هو ايه الفرق ما بين شيراتون ومصر الجديدة؟ مش الاتنين واحد؟ بص زي كده اللي بيروح زايد يقول لك انا في اكتوبر. في فرق كبير. هو نفس الحاجة. احنا وصلنا المكان. انا ما عنديش مشكله انزل بلبسي هنا فاهم. تعالوا مثلا نعمل رهان واللي يخسر او لا اللي يكسب ينط فاهم. يبقى ليه الشرف ان هو فاهم يرطب على نفسه شويه. احنا مستر مهاب. احنا دلوقتي احنا في اكبر واعظم جيم بعد سترايك في مصر. احنا في فيكتوري كام دلوقتي. وزي ما انت شفت في الثامنيل احنا عندنا تمرينه قاتله ورو قوي بقى مع شخص ايفولف بتحبه شخصيا وانتوا بتحبوه، والشخص ده برضه بيحضر وكان يعني ايه حصل له اصابه وبتاع والراجل رجع والحمد لله ابتدى ان هو ايه يرجع يودي تاني يعني. فاحنا المفروض مستنيين. بيقول لي نزل ما لقاش العربيه. فاحنا مستنيينك يا استاذ. حلو. انا بقول بقى ننزل فاهم نرطب كده يجي فاهم يلاقينا عمالين نعوم باك. فاهم نحفز. خد بالك من اخر مره تقريبا في حاجه اتغيرت صح؟ ولا عشان احنا جايين الصبح؟ في زحمه و تحس ان انت نفسك مفتوح على التصوير عادي. تحس الناس كلها مش عايزاك تصور هنا فاهم. يعني ده كابتن رضا يعني يشكر يعني قال لي تقدر تصور هنا النهارده تمام. في لحد دلوقتي تاني شخص وغالبا بيتكلموا مع بعض دلوقتي وايه ده وبيصوروا وبتاع كاميرا. هم عادي كان ممكن يصوروا بالقوس موبايل كاميرا قد كده ايه. ممكن تصور بالموبايل او بالموبايل 4K رو 10 بت. لا انا عمري ما بفهم اوعدكم يا شباب ان شاء الله لما يبقى في كده جيم ايفولفاوي في يوم من الايام اللي عايز يجي يصور يدفع الدي باس بتاعته ويصور بقى ان شاء الله ايه مش عارف ايه. بس تجيب لي بقى ايكويبمنت وتجيب لي معدات تصوير و20 واحد لا اديك على وشك. بس عايز تجيب ايه يعني مش يعني حاجه كده ايه حد يجي يصورك وبتاع يا باشا اتفضل. الجيم جيمك بس تعمل تاج للجيم في كل حاجه. لو ما عملتش تاج اعمل لك بلاك ليست. ممكن اروح اقعد على البنش اللي في الهيس قاعد عليه. يعني واحد فاهم اللي هو الله فاهم شويه من ريحه الحبايب. ايه الاخبار؟ انت ايه يا ابني مختفي ليه؟ ايه ده كاميرا؟ يا باشا كاميرا. دول عملوا لنا محاضر هنا. وده مهاب وفي محاضر؟ في محاضر. هناخد تمرينه طرش. هناخد تمرينه طرش بالبوست المره دي. حصل بوست وفي فلانه تحتيه وفي كاب وفي اشياء وايفول فان بوي معايا. انا ملاحظ ان في قلق. في قلق؟ بحاول بصراحه. بص انا اخر تو ماتش كارديو. اخر مره شفت حسين كان هل هم طبيعيون؟ كان لا يعني لما اتمرنا في سترايك لما كان في بالكينج بقى كان لا كان انت عارف فرق كام ولا بلاش نحرق دلوقتي كام كيلو فرق ما بين اخر مره شفتني؟ كان فرق 20 صح 18 صح كده. في انسان وقع مني. في ربع انا شخصيا وقع مني. احنا عايزين ناخد تمرينه طرش ما بتهزرش. طب انت بص انا النهارده يا باشا بس انا بقول لك انا حاسس ان انا عشان الكالوريز قليله. لا مش رجلي ايه مش عايز اتمرن فشل عضلي قوي. لا كالوريز قليله فانا طاقتي بايظه. عندك حل للموضوع ده؟ عندي حل تيجي اوريهولك يعني اتمنى عشان انا مش قادر اتمرن خالص. يا باشا احلم وانا هنفذ لك. يلا بينا احلم وانا هنفذ لك. ايه اخبارك؟ عايزين 2 ميه ساعين كبار. انا معايا ميه ممكن اخد كوبايه. عايز ميه واحده ساعه كبيره وكوبايتين تلج. كوبايتين فيهم تلج. واحده ميه ساعه كبيره وكوبايتين فيهم تلج. وكوبايتين فيهم تلج واثنين شاي. شاليمو يا باشا. عامل كل حاجه صحيح بفخامه صح كده. نتيجه. هنا يا باشا هنا واحد فري جوت بالتفاح. حط الميه الاول عشان ما تعالى نقعد. تعالى تحسن الميه اللي انت عاوزها. بقول لك عايز تتجنن ولا عايز؟ انا عايز اتجنن. حلو قوي يا باشا. احنا جايين انا شخصيا جاي اتبنج النهارده برضه. انت عندك ايه؟ بص انا النهارده ممكن العب يا ابر كامله يا تشيست وظهر. حلو تشيست وظهر. يا تشيست حلو قوي. بس تشيست وظهر. انت بقى ليد التمرينه بما انه الجيم بتاعك. ماشي يا باشا. جنني. انا عايزك تجنني. بس بخلع حسين.
انا سمعت في جرين ابل وفي كولا وحوارات. في جرين ابل وكولا عشان الناس مش لاقيه كولا حلوه عشان المقاطعه، فنسكت قلنا نعملها. اوبا. بس انا سمعت ان جيلي كولا. صح حصل. هو بص اللي تخيل عايزه كده، صودا واللي مش عايزه صودا. تخيل ان انت جبت جيلي كولا طب ما يجيبوا وسيحته. هو في براند مصري بيعمل كلاب صودا؟ في كريم صودا، في كريم صودا مفيش كلاب صودا بتاع ويليز. بس عشان اقول مفيش لهم يجيبوا كلاب- كلاب صودا مثلا ويحطوا عليها بري ورك اوت ويبقى كولا كولا صح كده. يا باشا بص احنا معاملة اجانب. بص ده تشربه على البحر في الساحل ده. احنا دلوقتي هنعرف لاول مره هنعرف التيسترز بتاع ايه، بتاع حسين. هتبص انا رياكشناتي واضحه يعني، مش هفيك اي حاجه يعني، ما بعرفش افيك اصلا. هتلاقي حاج طلع لو انا عاجبني. بسم الله الرحمن الرحيم. انهي حاجه فيهم بس، يمين ولا إيه؟ شمال؟ تمام. تمام شفته؟ ايه هو ساور. بص كان في بتاع زمان بناخدها اللي هي الساور اللي عامله زي الحزام دي، البلت، ساور بلت، هي زيها. كان فيها جرين ابل بقى. كان فيها جرين، ما هي جرين ابل بتاعتها. واو. اعتماد يا كابتن حسين. التيست 9.5 من 10. عشان قول لي كمان ليه؟ لله واحد. عشان كمان لله واحد. البرفورمانس بقى هنكتشف بعد شويه. والنهارده عندنا تمرينه فيها بومب بنزين. يبقى المفروض. فهنودي. لا بس انا مبسوط. بس إيه رايك بقى في الدلع ده؟ تحس ان انت كده تشرب لا ده حلو. حاجه. انا والله كنت بفكر اقول احنا مش عايزين ندي لحسين دراي سكوب. دراي سكوب ايه؟ عايزينه لأ. ايه؟ عايزين نستمتع ونشوف الدنيا دي ماشيه ازاي. انا والله انا عايز اقول لك انا شخصيا ما معيش غير دي. عايز اجيب بقى من الكولا، انا كنت عايز بقى دواك الكولا. اعتقد 2 سكوبس ظبط كمان الدنستي بتاعته. يعني اعتقد عشان 1 برضه سكوب. الميه هي المفروض 1 سكوب على 150 مللي اللي هو اصلا حاجه ولا. لو 2 سكوب وخدت مثلا 200 طب ايه بقى 250 الكلام؟ سترولين انت مالي. خدت 10 جرام سترولين دلوقتي 10 جرام. و400 كافيين، انا كنت اقول لك ناخد 4 سترولين لوحده. بيتا لانين، و2.5 200 جرام تورين، 200 صوديوم، 200 بوتاسيوم. واو. انت ايه الكلام؟ اخبار التحضير ايه؟ والله الحمد لله الدنيا. الحلقه كام دي؟ التامنة. دي الثامنه. التامنة. حلو رقم 8. وبس دلوقتي رقم توني كروز. نعم. النهارده 76. 76. اه. انت بادئ كام؟ 84. اول التحضيره 81 ونص، اخر الاوف سيزون كان 86. يعني انا خلصت الاوف سيزون بعد كده عملت ميني كات خفيفه، بعد كده خدت دايت بريك بقى. اول ما ابتديت تحضيره كنت 81 ونص. انا شايف فيه نشفان. شايف فيه عروق. يعني شويه. وبعدين لسه هنكتشف من تحت لسه نكتشف تحت العبايه بقى حكايه ولا مش حكايه. انت ايه الدنيا؟ خلص. يو خلص. هو كل حاجه حلوه بتخلص بسرعه كده. انا يا باشا الصبح كنت احنا كسرنا 100 خلاص تحت ال 100. بس بحاجه ما شاء بسيطه. الله. بس فاهم طالع نازل بقى يعني. مثلا ايه، اصحى الصبح الاقي يوم 101، اصحى الصبح الاقي 99.8، اصحى الصبح الاقي 99.7، اصحى الصبح الاقي 100.5. فهو مش بس راكز. بتحسب افريج افريج اسبوعي. ده كمان حاجه برضو بنقولها للناس عشان بس الناس بتتلخبط ما بين كل يوم والافريج الاسبوعي. الاحسن ان انت لو بتوزن كل يوم تاخد افريج اسبوعي، ان انت من الاخر تحسب وزنك كل يوم، بعد كده تجمعهم على بعض وتقسمهم على عشان 7. بس ما تصحاش الصبح مثلا يكون عندك ستريس تاني قبليها بيوم، تكون معبي ميه فتفتكر ان ده وزنك وتقول ايه ده ازاي. تكون ما دخلتش الحمام مثلا. دي مشكله برضو في الناس اللي بتحضر عندها مثلا بتبقى عندها امساك فتره كبيره بالظبط. فبتلاقي نفسها ايه زي ده كيلو 2 كيلو وهي مش يقول عارفه لك ايه. انا اتخنت. هياخد قرار ان هو يدفس التاني، يدفس التاني، يعمل كارديو اكتر. بس هي في الحقيقه هو محتاج يقلل اصلا من الاسترس عشان يعرف يدخل حمام عدل. لما يدخل حمام عدل وزنه وياكل فايبرز او وياكل حاجه فايبرز ملينه شويه. بالظبط. الدنيا دي بقى اللي الدنيا بتبقى دي اللي الدنيا هتفوق. وعامه لما انت تكون في الفتره العويصه اللي انا بقول لك عليها دي، لما الدنيا بتفك بتلاقي نفسك ناشف نشفان. او بص بصراحه دي حاجه بقى انا مبسوط من حسين المره دي، ان هو الحمد لله يا رب ابتدى تحضيره اكتر من 3 شهور المره دي. الحمد لله. بشكر نفسي على الموضوع. يعني انا بشكرك شخصيا. انت كده. بس ان شاء الله هنطلع بحاجه مشرفه ان شاء الله. لا ان شاء الله. بس السنه يعني بسبب حوار رجلك بتفكر في بودي بيلدينج مانز فيزيك. يعني انت المشكله في رجلي دلوقتي ان بقى في امبالانس ما بين الادكتورز. على فكره المقطوعه بقت شكلها اكبر. لان هي العضله بقت اقصر. طب ما ده كده يمين وشمال. ده بادي بيلدينج راح في داهيه. بس ممكن بقى بشويه بوزنج روتين
بصياعه على المسرح ممكن تظبطها. انت تشغل دماغك بقى تتويست مش تتويست عارف مثلا وتخلي الرجل الكبيره. عايزين ستريت جلوس المره دي. بنحاول والله. انت نبتدي بص بقى فوق نبتدي ال4 شهور. نبتدي كده داخل في الشهر الرابع دلوقتي. انت دلوقتي 3 ونص صح؟ 3 ونص ولسه فاضل يعتبر حوالي 12 اسبوع 13 يعني انت بتتكلم في تحضيره. لا التحضيره دي تحضيره دي كده تحضيره فاهم. فانا واخدها جد المره دي. لا وبقرص على نفسي في الفتره اللي انا فيها طاقه دلوقتي عشان قدام انا مش عايز يعني عايز قبل البطوله بشهر اكون ما بعمل كارديو اللي هو بس. الراجل يا شباب بيعمل ساعه ونص كارديو كل يوم. ساعه ونص لو عرف الكارديو اللي هو بعمله ده هيشتمني. وصلوا ساعه و50 دقيقه الفتره دي. انا دلوقتي عندي مشكله يا كابتن حسين. ايه انا بنمل. بتنمل؟ انا مفلت برضه. انت بتنمل عشان البتاع بيكيك. انت نمل شويه ولا انت؟ انا كيكيت بدات ودني تحمر. لا بينا يلا يا باشا. الشكل ده يا شباب مهم جدا للهيد اللي فوق اللي هي كلافاكر هيد اللي هي الراس العليا من الشيست. ولا يهمك يا باشا ولا خبط براحتك. احنا شكل تشيست وشكل ظهر صح؟ شكل شيست وشكل ظهر. يعني الراجل هو اللي هتبقى تمرينه محنكه شويه النهارده يا باشا. بص انا معاك في عايز تقليك. انا عايز تقليك براحتك. بص في جهاز بتقليك عليه. في جهاز قليك عليه ممكن نقليك عليه لوحدنا. بص يا شباب انا برضه اقول اللي بيا واللي عليا. انا بحب سترايك روحا بصراحه بس عامه بي كامب الروح بتاعته حلوه. فيكتوري كامب يعني هو فعلا جيم انت تيجي تحس ان انت مش عايز تطلع بسبب بصراحه اللي هم بيقدموا لك من جميع الحاجات. لا اجهزه روحه حلوه. شاوت اوت لكابتن رضا. شاوت اوت لكابتن رضا بصراحه. كابتن رضا انت على عيننا وعلى راسنا كلنا سواء الناس اللي في الجيم او مش في الجيم. سترايك عشان هو هارد كور. انا بحب كده بص في جيمات كده انت بتلاقي نفسك فيها. انت بتلاقي نفسك سترايك بالظبط. بتحس ان انت بتتمرن وانت فرحان وعشان قريب بصراحه. عشان قريب ماشي. دي ايدج رهيبه بس انا هنا عشان قريب برضه. يلا بينا. لا الجهاز ده تحفه كمان بيقفل اللي فوق. هو قفلته حلوه بصراحه. فبيديك الرينج اوف موشن كامل في اتجاه الالياف العضليه. حلو قوي الكلام ده. حلو قوي الكلام ده يا كابتن حسين. هنلعب التوب ست والباك اوف ست. وفاكر في فلوج كده كان 2021 بتاع التوب ست والباك اوف ست والناس كنا بنتكلم واحنا ساكتين صح. وبعدين بعديها بسنتين الناس كلها تقول لك طلع ترند الفشل. لا وبعدين قال لك ما حدش قالها قبل كده في الحياه خالص. بينسوا فاهم. كل ده بيتمحي بس اليوتيوب ما بينساش. والتواريخ والقطن ما بتكدبش يا باشا. ده كان في اول طريق للمسرح. كنت انا وعبده وحسين مصورين فيديو كنا بنتكلم على مجموعتين الفيلير. الناس كلها في الكومنتس بقى ايه ده ازاي وانتوا ايه وهاجمنا ساعتها وبتاع. لا هجوم من جميع الناس. من 6 شهور من 6 شهور بالظبط انا عندي طريقه جديده ان انت تلعب العضله مجموعتين وخلاص. لا بس كنتوا يعني الناس بتشتم من 2021 لحد امتى؟ لحد من 6 شهور لحد ما طلع ترند بقى. فعلا دي حقيقة. ودلوقتي حصل العكس. بنشتمنا عشان بنتمرن 3 مجاميع او 4 مجاميع. طب وبعدين يا جماعه ايه شغل حمار جحا اللي محدش. طبعا كل الناس اللي بتتفرج عارفه قصه حمار جحا وان جحا فضل عشان يرضي الناس خسر حماره اللي هو كان اعز صديق ليه. ما ترضيش الناس. ارضي كل حاجه انت مقتنع بيها مش اكتر من كده. سيف هو بيفوكس بقى. لازم يا باشا. طول ما سيف ما حطش السلسله فوق كده بيتدلع بقه يبقى هو كده لسه ما وصلش كده بيتدلع. عامه يا حسين يعني انت لسه 12 ويكس اوت وبجد والله. فاكر بطوله الفرعون الرشيق؟ انت يعتبر نفس الكونديشن بتاعها دلوقتي وانت لسه 12 ويكس اوت. بجد والله العظيم. يمكن عشان الواحد بيشوف نفسه كل يوم فمش. ما دي بقى حاجه اسمها بريب جوجلز اللي هو من كتر ما انت بتشوف نفسك كتير فاكر ان ده العادي. ده اللي انا كنت فيه بس من والله فعلا يا حسين يعني انت تكاد تكون فعلا نفس كونديشن او نشفان. عايز اقول لك امبارح كان انا دلوقتي شغال كورب سايكلينج. فامبارح كان الزيرو بتاعي كام؟ 20 كمان. يلا ما احنا واخدين بقى بري ورك اوت. واخدين بقى 2 سكوب عايزين نضيع ال 10 جرام سيرلين. 8 ماكس. حلو. دي غالبا تحفه. طب ماشي. اركز. حط السلسله كده التوب. كده وصلنا للتوب. ايزي ويت. 1 2
3 لسه 4 5 3 مور يلا 6 مور ولد 8 ودي ايزي ويت يا مان. يلا بينا استعنا على الشاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ايزي ويت. بسم الله. يلا 2 10 6 3 4 ها 5 ركز 6 ما شاء الله 7 ها فوق 8 لسه ركز ها حلو قوي البومب. صح كده. كده يا شباب خلصنا اول شكل. لسه عندنا باك اوف ست بس عشان ايه ننجزكم في الفلوج كده نخش على السبرنت. هناخد ايه نخش الشكل عندنا اللي جاي بقى ظهر صح؟ اللي جاي ظهر يلا بينا. عندنا ايه يحصل دلوقتي؟ في شكل برضو بيجيب الالياك بس من سايت تاني. تعالى نجربه يمكن. تعالى ندي للناس دينا بنفتكس ندي للناس حركات بس نقول للناس لو ما عندكش ده تعمل ايه؟ لو ما عندكش وصلت خلاص. الجهاز ما عندكش الجهاز العب على البول داون عادي. هنلعب سنجل وهنلعبها لللاتس للالياك في السكشن بتاع الالياك. ماشي تمام. احنا بقى الفكره بقى من التمرين ده ان هو بيعمل ايه؟ انت بتانلوك او بتفتح في لوح كتفك قوي، بيديك اتاحه ان انت تفتح لوح كتفك قوي. فوانت بتعرض في البوزنج هتلاقي نفسك ظهرك اعراض مع انك انت ما عملتش اي حاجه جديده غير ان انت حسيت موبيليتي اكتر اداك فلكسبيليتي اداك اتاحه. بقيت عارف الاحساس بتاع انت بقيت عارف تفتح اكتر يعني. فعلى المسرح هيبان انك اوسع مع انك ما عملتش حاجه زياده بس هي عشان انت بقيت عارف تفتح اكتر. بالظبط. بنزل على الارض عشان اعرف اعمل الفول ستريتش ده. وصلت. هي باين اصلا ان هي الاستطاله بتاعتها هي بتوجع. كوعك ينزل جذعك مش اكتر يعني مش لازم حلو قوي الكلام ده. هو الفكره اصلا في تمارين زي دي انت بتوصل للماسل فيلير قبل الفورم فيلير. فانت اصلا هتلاقي الوزن اللي بتلعب بيه قليل زي ما حسين بيقول. يعني انت اصلا هتحس ان انت بالظبط هنا تحس ان انت مش قادر تنزل عشان هي العضله فعلا خلاص الفورم بتاعه ما اتكسرش. بس هو عشان فعلا هو المجلس خلاص بيولع. بص دلوقتي بقيت عارف افتح اهو. ودي يا لهوي ما شاء الله. روح بقى سيف. ايوه كده ولد. هو ده مش ماسل فيلير، هو ده لات بتتقطع. ودي يا ولد. كل اللي احنا عايزينه اعلى ستريتش في اللاتس وانك تلعب بفورم مظبوط وتقرب من فشل العضله. والله ضرباتنا بسيطه في الحياه. مش محتاجين كتير. يلا انا معاك. وحش ولد. تاني يلا. بس يشوفوا اللاتس بتاعت السيف ازاي معمول لها ستريتش. بسم الله ما شاء الله جامد قوي. والسكابيولا عنده اتفتحت جامد برضه. عمل انلوك حلو جامد. ولد حلو ده. هو ده سيف اللي انا عارفه. طيب يا شباب هنخش شكل بقى عشان نفوكس. قلنا زي ما انت قلنا على اللات. ميزه الجهاز ده ان انت بتادجست او بتبدا تحرك الدكه او المسند حسب طولك. على حسب طولك. وده بيديك استابيليتي عامه انك تلعب حاجه تشيست سبورتد. بالظبط. هنلعب عليها 1 ارم رو عشان نستهدف اللات. عايزك بقى ورينا فورم. تولع تخلي اللات يتقطع. هيروح ويدي فول ستريتش ويخش على يلا ورينا. 2 ولد 3. انا متفائل لسيف ان شاء الله. التحضيره دي ان شاء الله هيعمل حاجه قويه جدا. شامم ريحه ميداليه. ولد ان شاء الله. يلا لسه ايزي ويت يا مان. ايزي ويت. 5 6
يلا انا معاك انا معاك ولد. انا بحاول ان انا انزل بينزل لوح كتفه لوح او كتف بينزل لتحت. وعشان يعرف يركز اكتر على اللات واخلي وان هو الحته يفصل دي شويه الكتف الخلفي. بالظبط، واخلي الحته دي شورتند او مضمومه على قد ما اقدر، يعني اللي هي دي. لما تعمل كده بتنشط اللاتس اكتر بالظبط. فانت انا مش قاعد مش واقف كده على قد ما انا واقف كده كده شويه عشان تحيز اكبر الياف اللاتس. بيسموها بالانجلش لات بايست، او اللي هو انت بتلعب رو بس متركزه جدا على اللات. بتفصل بيها الكتف الخلفي اكتر حاجه ممكن. الكتف الخلفي كده بالظبط. شغال معاك يعني. بص اي حاجه احنا بنقول بتحيز اكتر مش معنى كده ان هي بتفصل بقيه العضلات. احنا مش بنلعب بعداد النور نفس اللي احنا عايزينه ونفتح اللي احنا عايزينه. زي الباي يعني، بس انت زي الباي والشورت هيد واللونج اللي هيد لعبته شورت هيد ولونج هيد شغالين. انت بس بتحيز حاجه عن شورت معينه. هيد بايست لونج هيد بايست هي بس هتركز على دي اكتر سيكا. بالظبط. بس ايه رايكم في ستايل احمد زكي في البلا التمرينه والحجر؟ بتاعتي. بسم الله يلا. استنى. ايوه انت محتاج تميل اكتر يا سيرس على الجنب. ايوه كده يا حسين، حلو قوي. بصوا يا شباب، انتوا شايفين فعلا هو اللات نفسها، هو تحس بالكونتراكشن هنا اكتر، او الانقباض في الحته دي اكتر في اللات نفسها. في برضه انقباض في الابر باك بتاعه بس مش زي اللات. لا حسين برضه حسين. انا سخنهولكوا دلوقتي. رابع. ده هنا بقى. هو رابع دي طولت معانا شويه حاجه. انا جالي تروما من رقم 4 يا جماعه والله. طلعت 3 مرات يقولوا لي رابع. والبطولات كلها يقول لك ايه؟ مع ان السنه اللي فاتت كان بيدوا الرابع ميداليه، السنه دي الرابع الشهاده. ايه الشهاده دي يا جدعان؟ 4 مرات اطلع اخد شهاده. احنا هنعمل ريل دلوقتي لحسين يحطها على انستجرام. يلا بينا. 2 3 4 رابع، مركز الرابع. ها هنعلى بالمركز ولا لا، ولا هنفضل رابع؟ ها اول باذن واحد احد، ولو جه رابع ما طز فيهم. شايف الشباك ده لو جه رابع اهو سيبيني الاول معلش. ازيك يا سيف؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ عامل ايه؟ حبيبي ما شاء الله، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اخبارك عامل ايه؟ ايه؟ شوت اوت للراجل العظيم ده اللي بيغير فتنس في مصر كلها. حبيبي والله. اخبارك ايه؟ الاو جي بتاع كل حاجه. او جي الفتنس. انت في الاديت بقى اظبط لي الدنيا، ضخمني كده وكبر الشيفت وبتاع. احنا ممكن نبعد احنا ونخلي الكلام كابتن معلم رضا عليا قدام. جامد. ما شاء الله. اخبارك ايه يا حبيبي؟ كله تمام. لسه كنا بنتكلم على موضوع الجيم والامكانيات اللي في الجيم. الحمد لله ربنا كريم والله. هو كابتن رضا فعلا هو بيتوصى بكل حاجه في الحاجات دي. شوفوني كده. ايه بس الكلام الجامد قوي في الجيم ده، وايه اللي خلاك تستثمر في حاجه كبيره قوي كده؟ والله بص، انا من زمان كان نفسي ان انا يبقى عندي جيم، وكان ناس كتير بتسالني اخر مثلا 5 سنين انت ليه ما عملتش جيم؟ بس انا كنت دايما برد ان انا مش جاهز ان انا اعمل اللي في دماغي. فلما ربنا قدر وبقى عندنا الملاءه الماليه والقدره والفكره اكتملت، رحنا مدينها بقى. ممكن مكان شيراتون مش هو الرائج حاليا، الحمد لله نجحنا ونجاح كويس. لا بس يعني هو بقى اكبر جيم في مصر الجديده ومدينه نصر وقت والتجمع كمان الحمد لله. الوقت كان احنا محظوظين بصراحه. انا مش شايف اي فضل لينا غير بس ان احنا كنا مستهلكين قبل ما نكون الفيندور. يعني احنا بنشوف الموضوع من عين العميل عايز ايه. انا شايف كمان الماركتنج استراتيجي بتاعت في كامب غير او فيكتوري كامب غير الماركتنج استراتيجي بتاعت الجيمات كتيره، ده اللي مميزاه كمان. بص، احنا المنظور بتاعنا اللي بنبص بيه للجيمات بنبص له كشركه مش كجيم. يعني تقريبا الجيم الوحيد اللي عنده ديبارتمنتس لكل حاجه، اتش ار واي تي، ويعتبر فتنس سنتر. الحمد لله. ولسه شويه برضه، لسه ما حققناش اللي في دماغنا، بس ممكن خلال السنه اللي جايه دي ان شاء الله هتشوفوا فاسيلتيز كتير كمان، وكمان اجرنا اماكن جديده ان شاء الله. دي اخبار اول مره اقولها والله. احنا خدنا جوه النادي زي 2000 متر هيبقوا لكل المارشال ارتس، هيسمحوا للممبرز ان هم يستخدموا الفاسيلتيز دي. هننقل يعني الفايتنج، العاب الفايتنج كلها هننقلها هناك عشان نعمل ايكويبمنتس تاني فوق. على فكره فوق في السطح خلي بالكم
فوق في السطح في ام ام اي كيج، ده ما فيش في الجيم، ما فيش جيم في ام ام اي كيج. نطلع نبص. يعني ما شفتش؟ انا لسه ما بصيت شفتش بس فوق. من ورا الناس بقى. الام ام اي كيج ده انا ما شفتوش في حياتي غير في اليو اف سي، يعني في جيم اسمه يو اف سي في دبي بس. هو في يو اف سي بس. احنا كمان ناويين نعمل حاجه اكبر من كده، لان احنا اكتشفنا ان ده مش انترناشونال ستاندرد، ده حاجه كده للتمرين، لكن هنعمل حاجه بقى يعني احنا اصلا انا جاي النهارده عشان اعمل ميتنج مع اسلام اس ان بي، اسلام سياحه، ده يعني من اشطر الناس اشطر في المجال. الناس. عشان ان شاء الله هيبقى الايفنت بالتعاون معاه، هنعمل ايفنت كده نبدا بيه الموضوع، هيبقى عباره عن 100 ماتش، وهيبقى حاجه جميله ان شاء الله، يعني ان شاء الله تعجبكم يعني. ان شاء الله. وهو كده كده احنا يعني انا كده كده شهادتي مجروحه في اي حاجه انت بتعملها، وسيف حتى وهو يعني ما جاش غير مرات قليله، بس هو كل مره بيجي بيشكر كمان في هو بيتكلم ان هو الفايبس هي اللي بتفرق كمان. الجيم والله يعني غير الجيم حلو، بس انا الراجل ده فعلا يعني انا شرف والله ان انا اعرف. شرف يعني لا هو اخ كبير لكل الناس. يعني انا عايز اقول حاجه بس، هو شهادتي مجروحه زي ما بقول لك، لان انا اعرف كابتن رضا من زمان سنين. الراجل ده من اكتر الناس اللي بتساعد اي حد عايز يبدا فعلا. يعني والله العظيم اي حد عايز يبدا هو اللي تلاقيه بيكلمه الحمد لله على حتى لو على الانستجرام، عاجبني شغلك، عايزين نقعد مع بعض. ده اللي اتعمل معايا والله. بحاول بس يعني انا كنت محظوظ جدا في رحلتي، وربنا رزقني ناس كتير ساعدتني، فبحاول يعني اسبريد المسج دي، لان هو ده اللي باقي يعني، فاهم؟ صح. سيرتنا يعني ان شاء الله. ان شاء الله. ولينا تمرين سوا. ها كلام لو قرص اكتر ولينا تمرين سوا. لينا تمرين سوا. مش قدك يا كوتش. انا اللي مش قدك، ده في مصارعه بتتلعب مره مع بعض. مصارعه يوم الاربعاء عندي مصارعه مع مؤمن ماهر ورامي عادل. بجد والله. انا بقول انا وانت نمشي بقى، فاهم؟ نقعد انا وانت. لا انا حديد بس. ممكن اجي فاهم نعلق انا وانت، فاهم؟ نعلق على الفوق. ممكن نعلق. طالع معاك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. انا اللي هدهنك يعني. شرف ليا والله. توفيق ان شاء الله. تعالوا كلوا معايا بقى. حبيبي الف انا حبيبي. غدا معانا النهارده يا سيف ان شاء الله. باذن الله باذن الله يا حبيبي. باذن الله يا حبيبي. اتفضل يا حبيبي. يعني احنا شخصيا اتكشفنا من ذوق الراجل. يلا يا عم نشوف هنلعب ايه. اتكشفنا من ذوق الراجل. هنلعب ديكلاين على طول. يلا بينا. يلا بينا نودي كوستال فايبرز. يلا بينا نودي بريس وخلاص فقط. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايزي. ها اول حاجه في الجلسه ان انت تلعبها بالراحه فعلا، تحس ان انت فاهم. ايوه شكرا. هي عايز نعيش. ها ايزي ايزي. في حته كده في الجهاز، في اجهزه الشيست خصوصا هو علق، انت بتحس ان انت بتفصل. خلاص اللي هو العضله مش قادره تزق معاك كمان تاني خالص. بتفصل فعلا. وعلى رايي باسم سمره يلا بينا. خش يلا. وحش. ايزي. 2 3 4. مركز في العدة ان شاء الله. التفاصيل يا شباب، التفاصيل. 5 7. ولد وصلت. لسه في واحدة كمان. اخر شكل تشيست. هنلعب تمرينه ملهاش لازمه خالص يعني. هنلعب تشيست. ايه ده؟ شيست فلايز بجد. فلايز. بس دي بقى احنا خلاص احنا في الاخر، فانت مش تفيلير قوي على قد ما هو فوليوم كويس. ان احنا نتكلم جد. هو إيه؟ ليها لازمه. ايه اللي ما لا ليها لازمه. افتكر الناس تفتكر ان احنا بنسف بس عادي يعني. لا بص هو اي تمرينه بتعمل فيها اسمه ده اكسنتريك وكونسنتريك، خلاص انت كل سنه طيب. ضم كوعك وابعده وخلي فيش استطاله. هو بس هنا انت بتحافظ على دراع العزم، فانت مومنت ارم. ثانيه بقى ما بتدخلش التراي قوي فيها بس، فهي دي الفكره بتاعتها مش اكتر من كده. بتعزل اكتر. نزل كوعك شويه يا سياس كده. نزل كوعك سيكا. ايوه بس. ها تمام خلاص.
البامب شغال، واضح ان كده عايز ايه بعد التمرين يبقى فيه فاهم. السترولين. ايوه شايف اللوب ده واضح فعلا ان النسب اللي كانت مكتوبه على البري ورك اوت ان هي حقيقيه. واضح كده ان هو هياخد 9.5 من 10 برضه ولا ايه؟ الله. لا بس طعمه بصراحه يا 10. كابتن سحس اعتبر الكولا هتدوق هتعمل ايه؟ حاجه جديده ولا ايه؟ امبارح. هيطير ولا ايه؟ هو بص انا حاجه احب اعملها، احب ان انا اثبت ظهري من فوق حلو. واخلي الشيست فوق. فالناس دايما تقول لي انت ليه فعلا بتعمل الحركه دي في اي بريس؟ بس عشان اخلي الشيست اكنه باصص لفوق شويه، عشان لو ما عملتش كده يعني. بحس ان انا عامل كده مسقطه لتحت. بالظبط. ف اثبته فوق كده ان شويه. شاء الله. نسمي الله بسم الله Easy. وننطلق. لو ايه بقى مايكين وبتاع، لا مكلفين النهارده. الصرف باين. عايش يا سيف، انا معاك. يلا عايش. لسه ولد. ايزي برو. سكند بليس. سكند بليس. يلا الفيرست جاي اهي. ميداليا يلا. ايزي بالراحه انت راجع ولد. كابتن حسين دلوقتي في جريب او قبضه جديده في الجيم جميله. وعايز يعرف ظهري عليها. هي حلاوتها ان انت بتبدا تغيرها على حسب انت عايز تستهدف انهي جزء في العضله او تحيز اي جزء اكتر في العضله. فاحنا عايزين نحيز اكتر دلوقتي الميدل باك، فانت محتاج ان انت تبقى كوعك 45 درجه مثلا مع ظهرك عشان تعرف تقفل عشان بالسكابيلر. تسحب هنا ما يبقاش كده، ما يبقاش لات وما يبقاش فلير ما يبقاش عشان ما يبقاش ولا كتف خلفي قوي كله ولا منه لات قوي. تحفة. ورينا كده يا كابتن حسين. يلا بينا. حلوه قوي دي. ها فظيعه. حساس. وحش. اقفل ولد. بص سيف بيقفل قوي، بيروح يستريتش باللات بعد كده يقفل على الميدل باك تحت. طول ما انت عملت فعص في الاسكابيلا الاثنين ارقام من بعض شغلت الحته دي. ناس كتيره ما بتعرفش تشغلها بسبب ان هم ما بيعملوش فعص، فبتلاقي ظهرهم على المسرح سايح على بعضه. تلاقي عندهم لات بس ما عندهمش ظهر، بيسموها فاضي. فاضي من ورا. اكتر حاجه بتستفزني موضوع الميه ده، حد ياخد ازازه ميه وفاكر ان كلهم زي بعض. فانت بعد كده علمها شيل مثلا حته. انا في مره جبت ازازه ثانيه خالص، يعني كلهم مثلا حياه وانا جايب براند تاني واتاخدت برضه مفيش فايده. علمها. يلا بينا. خلصنا يا شباب كده التمرينه. كابتن حسين اتوصل بصراحه، شاوت اوت لكابتن حسين انفورما. دلوقتي احنا رايحين نبوش شويه. نبوز. حسين المفروض يعلمني شويه فيزيك. ليه انت مكسل تنزل سلم؟ لا احنا هننزل قوي. غرفه سريه بقى. غرفه سريه يا مان. دي محتاجه اسانسير يعني. محتاجه اسانسير عشان ما حدش يعرفها. صح. غرفه سريه بقول لك بتطلع لك 10 كيلو عضلات. اتفرج يا باشا. باكيم ولا مش قادر تباكيم دلوقتي؟ لازم خالص ان شاء الله. لا الظهر فارق. انزل بكتفك لتحت، تيريز لتحت. ايوه كده. ايوه السلام. يا سلام. فرقت دي خلي بالك. ودي الجنب ده احسن بقى كورتر 2 حتى بعرف مين دي اكتر. حلو عشان ساعات بيقول لك ادي كوارتر تيرن اللي انت حابه يعني، وساعات بيرخمه. المشكله دايما بقى في رجلي، هي اللي بتنشف. وريني. رجلي هي اللي دايما بتاخد وقت. نشفت في المرايه اهي. يلا وحش. انت اصلا بتتمرن على الفاكيوم ولا انت بس عشان البامب؟ مش قادر اسحب بطني خالص. ماشي. في اللات سبريد حاول ترجع ايوه عشان تدي مساحه اكبر لنفسك. اقفش على جلوتس ودي قرش شويه، ارفع صدرك لفوق. ايوه كده عشان نفسك مساحه وروح كده شويه. ايوه كده. الله اكبر ما شاء الله. عشان تبين الكريسماس تري بس.
جامد. مش قادر. هي برضه التمرين كانت تقيله برضه. اوه ماشي جامد ما شاء الله عليك كده. البس بنطلونك بقى، عايزين حته شويه فيزيك. بص عشان برضو الناس اللي بتشوفنا في مدرستين في الفيزيك، وخلي بالك عشان لو طبقت مدرسه في اتحاد غلط ممكن يطلع حكم رخم. ففي مدرستين، مدرسه البرو ليج بتعتمد اكتر على الفري ستايل، اعمل اللي انت عايزه المهم تبين لي جمالك. وفي مدرسه الدبليو ام بي اف والاليت، الاثنين بيرتكزوا على نفس المدرسه. هي حاجه واحده ستاندرز لازم تعملها، لو ما عملتهاش يبقى انت هتماينس. ماشي هنبدا دلوقتي نشوف. ايوه وريني انت بتعمل. لا مش قوي كده، كده انت مقوي. لا شويه من السف اللي انا بسف عليه. اديني فرونت بوز لو انت داخل. ايوه بتحيي الجمهور عادي جدا. ماشي فرونت بوز. ماشي الفرونت بوز المفروض في الفرونت بوز كتافك الاثنين للحكم، والايد دي تبقى هي اللي في وسطك. ايوه ودي يا فري يا في وسطك، يعني ممكن الاثنين في وسطك. ممكن الاثنين في وسطك في الاليت وفي الدبليو ام بي اف. في ناس بترخم تقول لك يعني ايد واحده بس والثانيه بس، اوعى تخلي الايد الثانيه دي في وسطك بس، عشان دي كده قلبنا بيكيني. الايد الثانيه يعني في ناس بشوفها للاسف بيخسروا ليه؟ بيخش يروح عامل كده بكيني. لو الايد اللي مش باصه للحكم مش في الوسط يبقى انت مش فيزيك، انت بيكيني. يا الاثنين في الوسط يا فري يا اما في الوسط. دي فري يا اما في الوسط، ودي لازم في الوسط. لو انت في دبليو ام بي اف او ليد. في البرو ليج ممكن تقف الاثنين فري عادي. ممكن بقى ايه توستايه كده خفيفه. شايف الرجل دي؟ وديها هناك الناحيه الثانيه شويه كده، ودي كده، وانت هناك ولف كده هتلاقي يعني خلي وسط كده بعد كده لف كده. اول ما بتلفه هتلاقي ايوه بص هنا ظهرت ازاي؟ الاوبليكس بانت ازاي؟ ايوه فيزيك 100% ما شاء الله. ايوه كده انت ممكن تسيبها كده، بس وانت بتسيبها كده ميل كتفك الناحيه دي عشان هو عايز يشوف اللات الثانيه. ايوه الله اكبر فيزيك 100%. هو عايز يشوف كتفك بالظبط. عملها حلو اهو. عمل ترانزيشن حلو. عملها حلو وده سايد بوز 100% صح. هو عايز يشوف ايه؟ عايز يشوف كتفك بالاوبليكس بجنبك ده كله. ده اسمه السايد بوز. بس وريني حاجه. تعالى نوريك بس هقلع المايكات كده. ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. وتقعد تبدع بقى. فيها كتير والله جحش كده يا شباب. بصوا فيديو رو من الاخر، تمرين بوزنج وهزار مع كابتن حسين انفورما اعتقد. وشفت حاجات حصريه وتعليم بوزنج وبتاع. المفروض بقى يعمل كورس بوزنج الراجل. مستر بسيوني. بسيوني فوقينا كلنا بقى بسم الله ما شاء الله. خلي بالك بسيوني كمان عمل انفستمنت في البوزنج يعني. راف ديزل البوزنج راف ديزل كان بيلعب جوايا برو برضه. لقيت بسيوني تحت بيسلم عليه وراح مديله فلوس وقال له تعالى علمني البوزنج. ايه ده يا حسين ده؟ دي لا فرونت عادي. كده يا شباب خلصنا وشطبنا. دي اوضه سريه في فيكتوري كامب، مش هقول لكم مكانها، الدور اللي تحت خالص. لو جيتوا هتلاقوا كابتن حسين انفورما غالبا هنا، هو كابتن عبد الله جمال بيبوزوا مع بعض. في كل ما البطوله يقربوا منها هتلاقي الناس دي هنا دايما. بس وطبعا يا شباب يعني مش محتاجين فولو الكابتن حسين، ظبطوا كابتن حسين، روقوا كابتن حسين، ايفولف جانج يا باشا، وفولو سبسكرايب لايك الاشياء دي بقى يا كابتن حسين بقى كده. والناس تستنى الحلقات اللي جايه ان شاء الله. وادعوا الكابتن سيف ان شاء الله. انا شامم ريحه ميداليه، يعني باذن الله. واقنعوا كابتن سيف لسه كنت بقول ان هو يدخل فيزيك، ان هو يجرب الفيزيك مره. والله انت شخصيتك حلوه. طب اقول لك حاجه، هعمل معاك اتفاق. مش هقول لك لا، يعني مش هقول لك لا على الفيزيك. هاجي لما اقرب من البطوله وهاجي لك.
ماشي تعالى ونشوف بصراحه. في نفس الاوضه. موافق، وابقى على الاقل في ان انا فلات. انا شورتي او شورت عشان تبقى شايف الجته كامله. ابقى على الاقل فول سيكا ونشيفت اكتر، وحتى نشوف مع بعض. بعد ريفيت مثلا عشان تكون محمل شويه. انا عايز اناخر ريفيت كان من شهر. انا بص انا فلات انا مش حاسس بنفسي. بص مش حاسس بنفسي فعلا. الدنيا بايظه. بايظه وساعه ونص كارديو وبتاع ممكن تبقى انا لسه قبل ما اجي لك ساعه ونص. مفيش دي تمرينه الرجل بتاعت حسين. مفيش جلايكوجين اصلا في العضله. صفر. يعني ممكن اصلا والناس ما بتاخدش بالها من كده. انت ممكن تكون دلوقتي شكلي، في ناس ممكن تشوفها حلو، في ناس تانية تشوفها وحش، بس انا مش شكلي ده الطبيعي. الطبيعي ان لما تكون مريح من الكارديو وواكل كويس فتبدا العضلات ستريس قليل، جلايكوجين او مخازن جلايكوجين مليانه، هتلاقي فعلا ده شكلك الحلو الحقيقي بقى. ده مش شك ولا شكل حقيقي ولا شكل كابتن حسين، بس شكل كابتن حسين الحقيقي بسم الله ما شاء الله الله اكبر. يعني قعدنا كلنا في البيت يعني. مش مهم. كان معاكم سيف الضوي من ايفولف وكابتن حسين انفورما. اشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.